بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا الجزائريين، السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. الموضوع اللي حبيت نهضر عليه اليوم هو حول الأزمة القطرية. قبل ما نخوض في هذا الموضوع حبيت نوجه كلمة إلى الشرذمة المجوسية هنا في الجزائر، نقول لهم باللي الرد الأخير هذا راه واجد، وشنو حبيت نستنى شوية لأمور تعلمها قناة الحقائق، قناة حقائق المجوسية، القناة اللي ردت عليا زعموا. وفي الحقيقة أنا متحمسش بزاف لهذاك الرد، لأنه من المضحكات أني لقيت روحي ندافع على الكافي اللي هو أكبر وأوثق مصدر عند الشيعة. علاش ضربوا الكافي؟ ضربوه لأنه حنايا اعتمدنا عليه في ردنا على الشيعة. يعني كان ناخذ مثال في المصارعة، تحكمهم منا سيزي منها من الكتف ينحوا كتفهم يتخلصوا من لاسيزي هذه، يعني مثال يعني، وهذا حال الباطل. والرد هذاك كان في معظمه هو رد المدرسة الإخبارية تاع الشيعة اللي هما يعني ليزورتودوكس تاع الشيعة، الرد تاعهم على باقي الشراذم المجوسية. ومن الأفضل نخلو الرد إلى حينه إن شاء الله. فيما يخص الأزمة القطرية، أنا منش راح نهضر على هذه الأزمة حبا في السياسة ولا كلام فارغ ولا كلام صحفي كما عشرات ولا المئات من التحاليل والفلسفات في القنوات والمواقع هنا وهناك. بصح لو كان ما صرتش روحي أنا شخصيا أمبليكي في هذه القضية، ويعني اختلطت السياسة بالمنهج القويم، ما كنتش نحوس على هذا الموضوع ولا نهضر فيه. على هذا الشيء حبيت نوضح بعض النقاط. كنت فيما مضى درت سلسلة الشيعة والتشيع دراسة عقدية من 4 أجزاء 13 حلقة، ومن بعد موراها وجدت سلسلة الشيعة والتشيع دراسة ميدانية جيوبوليتيك كما يقولوا، فيها دراسة تكتيكية عسكرية سياسية. يعني لقيت باللي قطر وتنظيم الصحوة العالمي راه في قلب الأحداث. يعني كاين واحد الحقائق وواحد الأمور مروعة اللي ما تلقاهمش في الإعلام ولا تلقاهم في أي مكان، ولازم تبذل مجهود باش تتوصل لهم. وهذه الحقائق صحيحة 100%. هذيك الدراسة الميدانية جيوبوليتيك خذت من وقتي 6 أشهر، وليت نشوف في العالم بطريقة أخرى تماما، ويزولوا كل الإشكالات ويزولوا كل التناقضات وتفهم كلش. كما يقول الرجل الصالح: يا ليت قومي يعلمون. معليش راني جاي لمحة برك هذا المرة، وارتقبوا إن شاء الله السلسلة القادمة الشيعة والتشيع دراسة ميدانية. المهم في هذه القضية القطرية اللي ما يزوميش شوية للفوق، يعني اللي ما يخش بعين الاعتبار المعطيات الميدانية تاع الناحية وتاع العالم، وخاصة المعطيات الإيديولوجية، فهو بحث صفر. اللي ما يوليش شوية الوراء في التاريخ بحث صفر، خاصة المعطيات الإيديولوجية. ناس تبحث وتحلل وتفسر وهو ماهوش سامع أصلا تنظيم الصحوة العالمي ولا بعضوية العائلة الحاكمة القطرية فيه، ولا علاقته بالربيع العربي وبالبياشال وغيره، ولا علاقته بالإدارة الأمريكية، ولا دور الشيعة فيه، ولا الإجراءات اللي أخذتها الحكومة العربية ضده، ولا الإجراءات اللي أخذها هو والحكومة القطرية ضد الإجراءات العربية، وكذا وكذا وكذا. الناس حارت كيف السعودية ودول الخليج ومصر قاطعت قطر، حيرة علاش ما عندكش معطيات وما عندكش معلومات. كما قال لي رعد الحمداني، هذه قالها في ختام الحديث تاعو عن الحرب العراقية الإيرانية، قال لهم: يا جماعة كاين ما يسمى الاستراتيجية وكاين ما يسمى ما وراء الاستراتيجية. اللي ما يفهمش ما وراء الاستراتيجية عمره ما راح يفهم حاجة. هذه قالها باسكو قالوا له باللي العراق هي اللي هاجمت إيران الأولى، يعني صوروا الأمر على أنه إيران كانت ضحية وكذا. قال لهم: ما وراء الاستراتيجية تضم الخطة الخمسينية، تضم مقولة طريق القدس يمر بكربلاء، تضم. يعني في هذا الموضوع هذا تاع قطر، أول ما يصدم المشاهد العربي المسكين هو مسرحية العداء بين الولايات المتحدة وقطر. يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا أحبابي ويا صحابي ويا لافامي ويا زملائي ويا مسلمين، نجو نشوفوا القطر هذه الحوش هذا الدوار تاع قطر، نلقاو 4 من الناس دايرين دولة حاضنين أكبر
قاعدة عسكرية أمريكية في العالم خارج الولايات المتحدة، قاعدة العيديد. فيها قوات برية من كل الأنواع، دبابات، مدرعات، قوات دفاع جوي، قوات جوية من مختلف أنواع الأسلحة، مقاتلات، حوامات، حتى القاذفات الضخمة هذيك لي سيكوندور أسي 130. فيها قوات خاصة، فيها مراكز اعتراض لاسلكي، فيها استخبارات، يعني كارثة من الكوارث. فيها أكبر مدرج في المنطقة، الجيش القطري ما عندوش مدرج كيما هذاك باش يستقبلوا هذيك القاذفات الضخمة هذيك. زيادة على هذا كاين قاعدة السيلية. يعني هذا واش راهم يستناو؟ يعني ما وظيفة هذا البركان الأمريكي الهائل في ذاك الدوار هذاك؟ يعني لو كان بركان كيما هذا يكون في أقوى دولة إسلامية لكان عار على جبين كل مسلم. هذه قوات الدفاع الجوي الأمريكية في العيديد تشمل كل قطر، وتشمل البحرين وأجزاء واسعة من البحر الأحمر والخليج، وأراضي شاسعة من السعودية. يعني قطر ما تحتاج قوات الدفاع الجوي، ما تحتاج لا الاس 300 لا الاس 400 لا الباتريوت لا والو. هكذا ما وظيفة هذا البركان هذايا يا ناس؟ يعني نعطيكم لمحة كما يقولوا الفهم يفهم. في 2009 كان واحد اللواء قطري اسمه حمد بن علي العطية دار انقلاب على مزاورة جلها. شكون أحبط الانقلاب هذا؟ وقيل أردوغان بعث له دبابات الكراوج تاوعو. القوات الأمريكية هي التي أحبطت الانقلاب. ومن بعد بداو يقولوا لا لا ماشي انقلاب، ولا لا علينا سيدي ماشي انقلاب. على الرغم من أنه هذا الخبر ديفيزا في كاع وكالة الأنباء العربية، وقناة العربية نفسها في الموقع الرسمي تاعها ديفيزاتو خبر الانقلاب، ومن بعد سحبوه بأوامر مشبوهة، وهي الأوامر بالعيديد شير بصح لا علينا ما نصدقوش كلش، رانا جايين. أنا نعرف حاجة، أنا ندير خبر غلط ما نسحبوش برك، نسحبو وندير خبر معاكس، تفنيد، شغل تصحيح. لا علينا خلينا من كاع هذا. سؤال: واش خرجت تدير المدرعات الأمريكية في شوارع الدوحة في 2009؟ الناس كاع شافتها. يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة. ومن بعد يجي يقول لك ترامب راه يحوس على كاش عامل في المنطقة باه يضغط على قطر. ترامب راه يستخدم العملاء تاعو باه يضغط على أكبر عامل وأكبر خائن وأوسخ وأقذر عائلة حاكمة عربية في المنطقة، حاشا قلة صالحة منهم. مسخر بينا. مزاورة جلها رجعوهم صلاح الدين الأيوبي. عيب والله غير عيب علينا يا ناس، ويا أصحابي ويا أحبابي ويا زملائي كاع بما فيهم اللي راهم. المهم وإلا هما ما احترموناش وما احترموناش العقول تاعنا، على الأقل نحترموا عقول بعضنا بعض يا ناس. يعني جامي سمعتوا بالعلاقات القطرية اليهودية، جامي سمعتوا بزيارة حامد بن جاسم وحامد بن خليفة يعني الأمير ووزير الخارجية إلى الأراضي المحتلة أو ما يسمى إسرائيل، والتقائهم بسيبي ليفني والمسؤولين اليهود ثم. واش راحوا يديروا ثم يرحم بابك؟ وتلقات الجزيرة أوامر مباشرة بعدم الحديث على هذا الزيارة، ومن بعد تسربت الوثائق وتسربت الصور ومقاطع الفيديو تاع الزيارة هذه. حامد بن جاسم وحامد بن خليفة مع سيبي ليفني وكبار المسؤولين داروا مشاريع، اتفاقيات، شراكات في بعض الصناعات والتربية وحتى التربية إيماجي. هيا واش راحوا يديروا ثم بيناتنا يعني؟ واش راح يدير نتنياهو المقر الجزيرة يا عباد الله؟ واش راح يدير نتنياهو المقر الجزيرة؟ قال لك عرض به يشري 50% من الأسهم وكذا. لا علينا سيدي ما نصدقوش كلش. واش راح يدير نتنياهو اون بيرسون المقر الجزيرة؟ واش راح يدير بيريز في زيارة رسمية في استقبال مهيب لقطر تجول في شوارع الدوحة والأسواق الشعبية تاع الدوحة، وهداو له سيف تاع ذهب، سيف عربي تاع ذهب ما هدر عليه الإعلام، ما هدرت عليه الجزيرة ما والو. السيف تاع بوش اللي شطحوا معاه هذاك يعرض على كامل الإعلام العالمي، والسيف تاع الذهب تاع بيريز واحد ما يشوفه بيان سور. بالصدفة هذا العمالة وهذا قمة التطبيع وقمة النذالة وقمة الخصة مع احتضان أكبر قوة أمريكية في العالم، بالصدفة جات في مركز الربيع العربي وفي رأس الفتنة بالصدفة.
انا في الحقيقه والله يا خوتي وسمحوا لي على كل حال ماشي من عاد يرد على الدراري وعلى الغلمان وكلش، بصح لو كان ماشي يشد الامر راه كيما السحر والعياذ بالله. الجماهير كاع راهي مصدقه باللي ترامب راه يحوس يقضي على الجهاد في فلسطين عن طريق الضغط على قطر. عيب والله غير عيب، والله العظيم يا خوتي وسمحوا لي غير رانا نبهدلو، اقسم بالله غير رانا نبهدلو. وراهي غير هذا المليار ونص تاع المسلمين راهي غير لواحد الدرجه ما تصورش، راه في واحد الدرجه ما تصورش. تكنولوجيا الاعتراض اللاسلكي كيف العيديد وغيرها تاع الانترسبسيون هذه، حنا بوست راديو عادي جدا تقدر تعترض به اي مكالمه لاسلكيه في الجوار. ترسانه هائله، تكنولوجيا متفوقه تاع الاعتراض في قطر، يعترضوا كل شيء بدون استثناء، بدون استثناء، في قطر وفي البحرين وفي السعوديه وفي كامل دول الجوار. دايرين لهم كونسير ثم في قطر، ميتاستاز دايرينه في قطر ثم. يعترض كلش، مكالمات حكوميه بين المحافظات بين الدوائر وهي اصلا بلديه، بين كلش، حتى لي ريزو سوسيال لي ريزو سيفيل تاع الهاتف النقال، تهضر مع المراه تاعك في التليفون تكون عندهم في القاعده الامريكيه، وتجي تصور لي مزاوره جالها صلاح الدين الايوبي، حاشا صلاح الدين. هذه اللي تغير. عرفوا باللي المشاهد العربي راه محتاج غير قناه احترافيه، جرافيزم صحيح وليزيفي سبيسيو والمؤثرات الخاصه هذوك مع شويه احترافيه هكذا، هذاك واش يحتاج المشاهد العربي باش يصدق كل شيء. وهذا هو الوقت اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخون فيه الامن ويؤتمن فيه الخائن. انا ماني نقول لك في حتى واحد بلي هذاك امن وهذاك صحابي وهذاك، ماني ندافع على حتى واحد تكون مهني، ودوك راني جاي وراني عارف الافكار المسبقه اللي راهي عليا، بصح راني ناكد على الحقائق. ما قلت حتى فلان صحابي حتى فلان صحابي وراني جاي، راني اكد على الحقائق. واللي عنده ذره شك في واش قلت يظهر يقول عبد الصامد ماهوش راجل، وراني قابل بوجهي، قادر ندير الاف وملايين لي فيديو هذو اللي هكا بالصوت والصور والاخر. انا راني قابل بوجهي يا خويا، وراني مسؤول على هدرتي. الناس حارت كيفاش ترامب كيفاش دول الخليج قاطعت قطر. انا والله العظيم غير كنت نستنى في هذه الخطوه عندها عامين، كنت نستنى فيها، لانه راني عارف القاعده الايديولوجيه ثم، راني عارف واش هو تنظيم الصحوه والجذور تاعو النابعه من تنظيم الاخوان وعلاقته بالربيع العربي والاداره الامريكيه وكاع الخلطه هذيك على بالي. وكتبتها في صفحه المنتقد العام اللي فات، وراهي في صفحه المنتقد، واللي يحب يروح يضرب طله يزومي شويه لتحت. العام اللي فات كما داروا خبر ارسال قطر بعض المدرعات الى الجبهه كونتر الحوثي مع التحالف، كتبت قلت ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله. هذه قلتها العام اللي فات، هاي كانت باينه اصلا. هذيك الازمه بين مصر والسعوديه هذو قال لكم موافاتوا، قلت لهم هذه ما لا ازمه لا والو، لأن العلاقات مع الدول ماهيش نتيجة تصادم شخصين أو رئيسين وكلش. كاين قاعدة ايديولوجية هي اللي تحكم هذه العلاقات وهذه السياسات. سبحان الله العظيم، ترامب يحوس يضغط على حوش قطر، على دوار قطر عن طريق مجموعة دول عربية تمسخروا بينا. أقسم بالله العلي العظيم قادر يجيب كابران قطري من الطريق، كابران يخرج معاه فرقة قوات خاصة من العيديد يسكورتيوه طب انقلاب يجي في رأس السلطة يولي هو الأمير، يخرجوا شوية شعب للزنقة هكذا منا والديمقراطية مع شوية إعلام وغرافيزم وموسيقى تصويرية كما موالفين يديروا. السلام عليكم، باي باي موزة وراجلها. أقسم بالله العلي العظيم قادر يجيب راعي أغنام قطري، يجيبوا من وسط الصحراء يديروا على عرش قطر مع شويه قوات خاصه انقلاب يظلموا على مبنى تلفزيون الجزيره. هذا الجزيره هذيك ما تحتاجش تصديم، تحتاج اوامر برك. كذا منا شويه شرفاء الى خرجوا يقاتلوا ولا رصاصه على الراس. والسلام عليكم. مسخر بينا، عيب والله العظيم غير رانا نبهدلوا ورانا غير. قال لك ها نضربوا غزه وراه الحلف الاسلامي. يا ودي صباح الخير صباح الخير، والله العلي العظيم غير كنت نستنى هذا الضرب على غزه منذ بدايه الازمه، باسكو هذا هو التسلسل المنطقي تاع هذه المسرحيه، هذا هو التسلسل المنطقي. ضربه على غزه باش يزيدوا يحمقوا على هذا النتائج تاع المسرحيه هذه. ودرت واحد الفيديو في بدايه الازمه في الشونطي، بالك في النهايه نديفيزي الاخر، هدرت قلت لهم الله يستر جايه ضربه على غزه.
وراها الحلف الاسلامي. صح بين ان وراها الحلف الاسلامي في اباده مسلمي بورما، هذوك ماشي بني ادم. وراها الحلف الاسلامي في اباده الشعب السوري، وراها الحلف الاسلامي. وراها الحلف الاسلامي في تهجير 12 مليون سوري مشردين في اصقاع العالم. علاش المطالبه بالحلف الاسلامي في غزه بالذات؟ لانه غزه راهي تحت السبونسور القطري. ردوا بالكم يا جماعه، دماء المسلمين كاع كيف. الحلف الاسلامي عنده حدود، الحلف الاسلامي عنده حدود كيما الحلف العربي تاع 73. جاب سيناء، ما جابش الجولان، ما جابش فلسطين، بصح جاب سيناء. يعني هاي يقول لك ها ما جبتوش الجولان وما جبتوش فلسطين، وكاش نهار يقولوا ما جبتوش الاندلس، الا ما صافي كان لازم يتفسخ الحلف قبل حرب 73. هذا هو الحل. اي خلاص، هذا الحلف الاسلامي راه كونتر المجوس، خلوه كونتر المجوس، ولا نستناو يماهم في مكه، جايين من الفوق لبنان سوريا، وجايين من تحت اليمن، ومن بعد ما نعرف واش نستناوهم في مكه. ولا واللي ما يعرفش الخطه الخمسينيه ولا المخطط المجوسي وعلاقته بالمشروع إسرائيل الكبرى والماسونية العالمية، نقولوا له روح تقرأ، قيلك من البرصة والريال، وروح تقرأ، روح تبحث، وروح تحوس. كما يقول لك لو سكت من لم يعلم لقل الخلاف. حتى واحد ما يتفكر أردوغان في غزة كأنه راه يضرب في اليهود سون بيتي، حتى واحد ما يتفكر الآلاف من الحرس الثوري اللي راهم يذبحوا في المسلمين في سوريا في غزة. بصح أول رصاصة كونتر غزة، ربي يحفظهم ويصونهم، يتفكروا غير الحلف الإسلامي. هذا ما كان. علاش؟ باسكو ولينا دي نعاودوا الهضرة تاع المذيعات الفضائيات. سمحوا لي على كل حال، وسيرتو اسمح لي خويا محمد، اسمح لي بزاف وتعزيز عليا، ولكن هذه أمور تدمي القلب. والله العظيم الواحد راه يهضر وحاب يبكي، أقسم بالله العلي العظيم. وجامي جامي جامي الأمور راهي بالبساطة اللي رانا نشوفوا فيها ونتصوروا فيها. وكما يقول لك يا ليت قوم يعلمون، يا ليت قوم يعلمون. تلمو الأمر راه فيه بزاف معطيات يحير الواحد منين يبدا. بصح على ذاك لازم تركيز. قال لك السعودية ماهمش صحابة، علاه؟ أنا قلت أنا صحابة، قلت أنا صحابة. واش هو الذنب تاعي؟ الذنب تاعي واش هو بكل بساطة أني قلت باللي شراء الأسلحة ماهيش جزية هكذا، لأنه لو كان يولي يصير شراء الأسلحة جزية، شراء السيارات ثان جزية. كاع رانا حرك، وأشرف واحد فينا راه حركي مقطر، راه يدفع جزية لفرنسا كي يروح طونوبيلتو يقلعها ويروح لخدمته. إلا شراء الأسلحة راه جزية، أنت راك أكبر حركي بالسيارة تاعك حتى بالميكرو اللي راك تكونيكتي به. هذه حلول ترقيعية أمام التخلف اللي رانا فيه. صناعة الأسلحة رغم اللي راهي كاينة حركة نشيطة في الوطن العربي والإسلامي، صناعة الدبابات، صناعة المدرعات، بصح مازالت ناقصة. يعني صناعة القطع الحربية الكبيرة، وصناعة الطائرات وكلش، ماشي مروحيات، الطائرات تتطلب قاعدة صناعية ضخمة، يعني على الأقل 50 سنة، وما تنشأ يعني ماكش راح تنشأها ببساطة، ما يخلوكش وفيها بزاف امور. يعني وغروسو مودو كيما يقولوا هذا حل ترقيعي. يعني نجيبوك انت نديروك رئيس ولا ملك، ماكش راح تشري الاسلحه. هي الهضره سهله بزاف، الهضره سهله بزاف. هذا هو الذنب تاعي. الذنب تاعي اني قلت انه شراء الاسلحه ماهيش جزيه، حتى احنا ما دفعناش الجزيه للروس هكذا، وهما ما داروش مزيه فينا، لا الروس ولا الامريكان ما داروش مزيه كيباعوا، يحلوا، اقسم بالله غير يحلوا باه تشري عليهم. باسكو اكبر بلد مديون في العالم هو الولايات المتحده، هذه قليل من الناس اللي يعرفها. اكبر بلد مديون انتهى عليه الدين، يحلوا باه تشري عليهم. وكاع راهم شايفين لي زاميريكان، كاع راهم شايفين على صفقه الصواريخ الصينيه اللي شرتها السعوديه في الثمانينات، في السبعينات، في الثمانينات غابتهم راحت لهم. دونك مش راح يدير لك مزيه كيبيع لك الاسلحه تاعو، يحوس على الدراهم، هو يربح الدراهم وانت تشري سلاح باه تلاقي يا صاحبي. هضره سهله بزاف، مكاش اسهل من الهضره. الذنب تاعي الدوزيام اني قلت هذا العداء الامريكي القطري هو مسرحيه، ومن اسخف واقذر المسرحيات والعياذ بالله. هذا هو الهدف تاعي. كاينه حاجه نسيت، قلت باللي ثان افضل واحد من طاعيني ال سعود مش راح يدير افضل من اللي داروا في شراء الاسلحه. هذا هو. ما قلت صحابه، ما قلت انبياء،
ما قلت بيعة الرضوان، ما قلت أهل البدر، ما والو. الذنب تاعي هو أني راني نركز على الحقائق، هذا هو. وهذه كلمة الجزية هذه أول اللي قالها هما العلمانيين الحثالات المتفسخين المنحلين هذوك، حاشاكم. ولينا احنا ولاد الفاميليا ولينا نعاودوا في هدرتهم بغير قصد، على بالي بغير قصد، مسح هما قالوها كشغل طعنا في الدين واستهزاء بالدين. احنا لقينا روحنا نعاودوا فيها. ولا المكالمة تاع حمد بن جاسم اللي اعترف بها باتصاله بالمخابرات الأمريكية والبريطانية في لندن، قال لهم تلاقيت بهم في لندن وعطاهم تفصيل على الوضع الداخلي السعودي، واقترح تقسيم السعودية إلى 3 مناطق، وقال لهم المتشددين الوهابيين كما قال هو متمركزين في نجد وهي أفقر منطقة من حيث البترول، وقال لهم خلي مش لاقيين ياكلوا، يعني كما قال هو. هذه كيفاه؟ هذه داروها في الإعلام الرسمي السعودي والإعلام الرسمي الإماراتي، ما فاتها لا الجزيرة لا الإعلام الرسمي القطري، ما فاوهاش. هذه مكالمة اعترضتها المخابرات السعودية تاع حمد بن جاسم وزير الخارجية، هذاك الخبيث هذاك راس الحربة. وكاينه مكالمة واحدة أخرى للأمير نفسه حمد بن خليفة، ما قدروش ينفوها، خافوا يزيدوا يخرجوا مكالمات واحدة أخرى، ما همش عارفين شحال انترسيتاهم من مكالمة. اعترف بها بالعالم، وهي في الحقيقة بلا ما يعترف يعني كاع واش هدرنا من الأول على أرض الواقع. هذيك القواعد العسكرية، هذيك القواعد العسكرية ضربوا منها أفغانستان، ضربوا منها العراق، وكاين اللي يقولوا ضربوا منها حتى غزة. بون حنايا ما نصدقوش كلش، لا علينا. كاين ضباط سامون صوروا طائرات في قاعدة العيديد كانت تشحن قنابل فوسفورية في نفس الوقت اللي انفجرت فيه قنابل فوسفورية في غزة أيام العدوان الثاني. الله أعلم، تتوقع كلش من هذوك. يعني استنتاج يجيب استنتاج. مادام عرفنا بلي هذه مسرحية افتعال العداء الأمريكي القطري. بون قال لك على ترامب في تصريح له قال بلي يجب على قطر توقيف تدعيم الإرهاب، وأشكر الملك سلمان وكذا. يديروا لي على تصريح ترامب. المهم واش هو الهدف تاع هذا المسرحية؟ كل مسرحية عندها هدف. مسرحية 11 سبتمبر كان الهدف تاعها غزو العراق وأفغانستان. مسرحية الهبوط على القمر، يعني القمر ماشي الفضاء، ما نبقاوش مع الدراري. المهم كان مثلا الهدف تاعها، الله أكبر، كان الهدف تاعها إحباط معنويات الروس. واش هو الهدف تاع بون كيما إيران جيت، كيما ووتر جيت، كيما أكتوبر سوربرايز، كيما بزاف أمور هذو اللي راح نهضر عليهم إن شاء الله في سلسلة شيع وتشيع دراسة ميدانية. كل حاجة عندها هدف. هذا الأزمة هذه القطرية واش هو الهدف تاعها؟ قال لك يا سيدي تصريح ترامب وأنه جات مباشرة بعد زيارة ترامب للمملكة، ومن بعد زيارة ترامب للمملكة. أصلا زيارة أردوغان للولايات المتحدة كانت 4 أيام قبل زيارة ترامب للمملكة. يعني علاش السبب ما يرجعوش لأردوغان مثلا؟ يعني ترامب أو راح يعطي الأوامر للعملاء تاعو قدامك راح يعطيهم الأوامر بيناتنا، يعني غير راح قدام الصحافة العالمية كاع باه يمد لهم الأوامر باه يضغطوا على بلدية قطر، أكبر وأخس وأنذل عائلة حاكمة، حاشا القلة صالحة منها، شدت لي سبونسور تاع غزة. المهم شديد الحمد لله يا رب. وكان نحبوا نعطوا مثال، يعني مثلا نحكم ذبانة هكا حاشاكم راهي في يدي هكذا، يعني حاب نقتلها. يا ناس يا عباد الله، يعني بلا تبهديل بلا والو، يعني حاب نقتلها. اسكو نقتلها انايا ولا نحوس على كاش واحد نبراكيه بكلاش باه يقتلها لي؟ راهي في يديهم قطر، راهي في يديهم. يعني ناس تحلل وتتفلسف بدون اي معطيات ايديولوجيه ولا قاعده عقديه ولا، سبحان الله العظيم. وصلت وين حتى ولينا نسمعوا انه العداء الامريكي القطري المسرحي هذا قال لك عليه نتيجه انه قطر فازت باستضافه كاس العالم كونتر الولايات المتحده. لهذه الدرجه وصلنا، نعم لهذه الدرجه وصلنا. ياك ربي سبحانه، يعني شو كان نعودوا غير للدين تاعنا، وكان نعودوا غير للدين تاعنا، الانسان يفتح عينيه على امور اللي يبصروه ما يبقاش مودر، ما يبقاش هامل. ربي سبحانه يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
ويقول ربي سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يردوكم عن دينكم ماشي تعطيهم البترول ولا لا، حرب عقدية. حرب عقدية. علاه الحرب بين الرأسمالية والاشتراكية ماهيش عقدية، يعني سيكوا الرأسمالية وسيكوا الاشتراكية فكرتان فلسفيتان. أما نورمال إيه حرب عقدية صح كونتر الإسلام، ماهيش حرب عقدية، حرب مصالح. علاش؟ باه احنا ما نعتنيوش بالعقيدة تاعنا هكذا. باه كي خالد مشعل يصرح ويقول إيران التي أعزها الله بالإسلام، إيران طاعنت شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعزها الله بالإسلام. يعني كي نرفضوا هذا الأمر نولوا عملاء. احنا مسلمين واحنا موحدين، والعقيدة أولا. العقيدة أولا، العقيدة ثم الأرض وليسمع العالم. يعني بالصدفة بوابة المجوسية في فلسطين، خالد مشعل هذا بالصدفة هو اللي قسم فلسطين إلى دولتين، الضفة وغزة. كاع ما انقسمتش في وقت أحمد ياسين الله يرحمه، ما انقسمتش في وقت الرنتيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نعود نولو خلطنا إلى موضوع الأزمة القطرية. كنا هضرنا قبيل على الترسانة الأمريكية الضخمة الموجودة في قاعدة العيديد، اللي هي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العالم موجودة في قطر. القوة والعدد الموجود في هذه القاعدة أكبر وأقوى من الجيش القطري نفسه، بل الجيش القطري والبحريني مجتمعين، إلى درجة أن قطر لا تحتاج سلاح دفاع جوي، لا باتريوت ولا اس 400 ولا غيرها. علاش؟ لأنه سلاح الدفاع الجوي الأمريكي الموجود في القاعدة تاع العيديد، اللي هو أصلا لحماية القاعدة، يشمل كل قطر والبحرين ومساحات شاسعة من البحر الأحمر والسعودية والخليج. ونتيجة كذلك قطر لا تحتاج إلى جهاز أمن دولة، يعني جهاز ضد الانقلابات. كل دول العالم بدون استثناء لديها أجهزة مضادة للانقلابات، تختلف التسميات من بلاد لبلاد. مثلا حرس الجمهوري كما تاع صدام، مثلا حرس الثوري الإيراني، الحشد الشعبي تاع العراق. قطر لا تحتاج إلى هذا النوع من التدابير، والانقلاب تاع 2009 خير داري. المهم، ثم أنه بلا يعني قواعد، بلا عمالة، بلا خيانة، بلا والو، بلا أمريكان. هذه الدول المجهرية هذو، قطر والبحرين ولبنان، نورمالمون بلا ما يقول لهم حتى واحد ينضموا إلى أكبر دولة مسلمة في الجوار. يعني واش ينتظروا ربع الناس دايرين دولة في عالم لا يعترف بالضعيف ويأكل فيه القوي الضعيف إذا حس عليه؟ واش راهم يستناو بيناتنا؟ مازالت الناس مصدقة باللي دول الجوار، مجموعة من الدول العربية وموراهم الأمريكان، راهم يضغطوا على الحوش هذا المسمى قطر. إيه يعني مازالت الناس تدير على المهرج هذاك المسعاري وسعد الفاقي، والمهرج هذاك غانم شو هذاك ولا مش عارف واش غانم، قناة غانم شو، يعني هاد المهرجين عمرهم ما رايحين يقولوا لكم باللي القاعدة تاع العيديد هذه تضم مركز القيادة الوسطى المركزية الأمريكية، باللونجلي واسمها أو أعلم من سنتر مارس ولا حاجة كيما هذه. مركز مقر القيادة المركزية الوسطى الأمريكية. هذيك شغل الحكومة الثانية تاع الأمريكان جاية ثم. الحكومة الأولى في واشنطن، هذه الحكومة الثانية جاية في العيديد في قطر. يعني من حيث الأهمية وجمع القيادة وجمع يعني غرفة عمليات في المنطقة دي ككل. المهم نولي السؤال اللي طرحته قبيل، هو أنه مادام العداء الأمريكي القطري هو مجرد مسرحية، واش هو الهدف تاع هذه المسرحية؟ الجواب هو
يدور ويولي إلى الربيع العربي؟ الجواب هو تهييج الرأي العام والجماهير العارضة ضد الحكومات العربية. هو يعني تعبئة ضد الدول العربية، تلطيخ الدول العربية. نشوفوا مثلا ترامب قبل ما يطلع رئيس في الحملة الانتخابية تاعو صرح بكل صراحة الكلمة، قال لو كان نزور السعودية وما يجيش الملك نفسه يستقبلني هو وكبار المسؤولين في الدولة، ماجر ليدرز كما قال هو، قال لهم ما نهبطش من الطيارة. يعني كي نبداو نديرو على التصريحات، واش تعني هذا الهضرة التصريح هذايا؟ معناها باللي الهدف الرئيسي تاعو هو يتلاقى بالملك وكبار المسؤولين، يعني بارمو قالها بالكلمة، يعني يتلاقى بهم بالملك وكبار المسؤولين في لقاء حميمي أمام الإعلام العالمي. هذا يعني تيا إذا لقيت الثعلب لازم تتعامل معه مثل الذئب فما فوق، ماشي العكس، ماشي تتعامل مع الذئب بمستوى ثعلب أو ربما أدنى يعني. والأمثلة كثيرة. المشكل يعني احنا ماناش نحكموا بواقعة ولا واقعتين. نعطيك مثال، كما تولى السيسي مقاليد الحكم في مصر على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسيسي داروا مرسي بيان سور باش ما واش يدير أوباما؟ بعث 10 مروحيات أباتشي مساعدة لمصر، وهذا الخبر أذيع في كل الصحافة العالمية. أنا نهار اللي سمعت هذا الخبر انخلعت. 10 مروحيات أباتشي، والجزيرة تهدر وتعاود كاع القنوات العالمية. عطاو ما يسمى إسرائيل 100 رأس نووي بلا هضرة بلا والو. إيران دعموها 8 سنوات بالأسلحة نوعية متطورة ضد صدام بواحد ما سمع، حتى صارت فضيحة إيران جيت هذيك، وصرح أكثر من 20 مسؤول في مختلف الدول بما فيها إيران. المهم هذه نهضر عليها بالتفصيل إن شاء الله في سلسلة الشعب والتشيع على دراسة ميدانية. أما 10 مروحيات أباتشي دايرين عليها قامت الأرض ولم تقعد. على هذا الشيء نقول ونعاود دائما باللي العسكريين بصفة عامة هم أكثر الناس دراية بالميدان، يعني التحاليل تاعهم هي عموما أقرب إلى الحقيقة، لأنه 10 الناس تسمع هكذا أغلبية ساحقة مش راح تفرق بين مروحية أباتشي ولا F16 ولا F18 ولا، مع أنه 10 مروحية أباتشي هي أمر مهمل جدا بالمقارنة مع دولة كما مصر. يعني هذا الخطوة الأمريكية هذه هي خطوة خبيثة لهدف إعلامي باش يهيجوا الجماهير للثورة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. علاش؟ باش تبقى مصر دائما في ثورة، اللي يطلع يثوروا عليه، اللي يطلع يثوروا عليه، وتبقى دائما في دوامة والعياذ بالله. مثلا مع عاصفة الحزم هذه كونتر الحوثي، اقترح أوباما أنه يساعد الحلفاء باش يساعدهم، راح يعطيهم F16 F18 لا توماهوك. اقترح تزويدهم بصور القمر الصناعي وتزويد الطائرات المقاتلة جوا بالوقود. يعني علاش نجيب عسكري مثلا مختص في هذه الأمور، خاصة إذا كان عالي في العرض، يقول لك علاش هذو راهم يضربوا في بنما باش يحتاجوا تزويد الطائرات جوا. يعني أهداف إعلامية، يعني باش الناس تقول باللي هاي الأمريكان راهي داخلة في الحلف. صار في التيران في الميدان داروا يقولوا خبراء أنهم هذيك الطلعات الجوية تاع الدرون هذوك طائرات بدون طيار، يقولوا 8000 طلعة في اليمن كونتر التنظيمات المسلحة ثماك. جامي ضربوا الحوثي، جامي هذوك اللي ضلوا يذبحوا الموت لأمريكا، الموت جامي تشابههم. يعني كيما إيران جايت تماما. المهم باش ما نتشعبوش، الحاصل أنه هذه مناورات ذات أهداف إعلامية للتهييج، كما قصف غزة المرة الثانية، الحرب الثانية على غزة وقتها جات مباشرة بعد تولي السيسي مقاليد السلطان. علاش؟ لتهييج الشعوب وأولها الشعب المصري. هذا هو. وأنا كنت نستنى في ذيك الضربة، وللأسف جات بكل القوة، أكثر من 1500 قاتل ربي يرحمه.
في غزة أو أكثر. قالوا كان ما يجيش الملك ما نهبطش من الطيارة. يعني أمور واضحة جدا. يعني وزيد بزيادة لي بروتوكول يقولوا الرئيس والمرأة تاعو علاه جاب هذيك بنتو هذيك واسمها إيفانكا هذيك، علاش جابها؟ يعني واش دخل شرذمة من الشواذ والمثليين حاشاكم في صفقة أسلحة، وكان ماشي حاب العاني يوسخ السعودية. مثال ثاني ضرب القواعد السورية. الأمريكان ترامب ضرب قواعد سوريا، ضرب الأسد. يحبوا يضربوا صدام يكسروه، يضربوا غرف العمليات، مراكز القيادة، قصور رئاسية، المقرات الحكومية. واش ضربوا في سوريا؟ ضربوا مطار الشعيرات. قال لك هذا المطار لأنه انطلقت منه الغارات بالكيماوي. يعني بصيغة أخرى ترامب راه يقول لكم ما تقتلوش بالكيماوي، قتل باش تحب، ما تقتلش بالكيماوي برك. فهمتوا؟ يعني فهمتوا؟ القوات الأمريكية حذرت الروس من قدوم الغارة في الوقت الفلاني. الروس قالوا للسوارة، يعني الأسد كان عنده الخبر باللي الضربة راهي جاية. الضربة اللي قبلها في مطار دير الزور خضت ضربة في المطار، ومن بعد قال لك كان خطأ ضربة أمريكية خطأت الهدف تاعها. يعني علاش كانت هذه المسرحية هذه؟ لأنه الجيش السوري عيا وكره، يعني خلاص خافوا منه ينقلب على العائلات الحاكمة وعلى اللوبي العلوي ثم. واش يديروا؟ لازم دائما يديروا عملية تجديد أكذوبة الممانعة. أشاك فوا يجي كاش لواء ولا ينشق كيما هذاك اسمه دوك الجينيرو اللي ينشقوا، أشاك فوا يجي واحد ينشق تجي ضربة أمريكية ولا ضربة يهودية كونتر الأسد كيما ضربوا الأسد الواسون هذاك، يبدا يشوف في روحو عامل. أي واحد ينشق يبدا يشوف في روحو هو أكبر عامل وأكبر خائن، يبدا يشوف في روحو راه في صف الولايات المتحدة. بينما هذيك الغارات الأمريكية واليهودية جامي تضرب موقع حساس، جامي إجرون جامي. هذا هو. بالعكس تجي بعد التحذير، هضروها نورمال. وزارة الخارجية هضرتها نورمال، قالت حذرنا من الضربة. يعني هذا الشيء كاع ومن بعد يقول لك. المهم الحاصل أنه هذه مسرحيات. واش نقدر نقول في الأخير؟ أن التاريخ يعيد نفسه كما صرا مع إيران في السنوات الماضت مع الثورة المجوسية هذه. الناس كاع كانت تشوف فيها بلي هذه الخلافة الإسلامية القادمة، وكانت تشوف في الخميني بلي هو صلاح الدين الأيوبي، حتى طاح الفاس في الراس للأسف. طاح الفاس في الراس في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، باش الناس تشوكات وبدات تبحث واش هو التشيع واش بدات تفهم، حتى خذينا الضربة للأسف. في ذاك الوقت قبل ما يطيح الفاس في الراس كانوا الناس يحذروا، هذوك اللي كانوا يحذروا كانوا يقولوا عليهم عملاء وخونة وكذا وكذا وكذا، حتى يشوفوا كان شحال من عام باه الناس واستعرف الكاهن الأكبر تاعهم ودعا لهم بالرحمة والمغفرة. نفس الشيء راه يتعاود مع قطر وتنظيم الصحوة العالمي تماما. ماناش نكفروا في قطر، ولكن من حيث المبدأ نفسه تماما. نهار اللي الناس تفهم البعد العقدي والبعد الإيديولوجي لهذه الأزمة، ثمك تقدر تصنف وتقدر يعني ماشي تتنبأ، ولكن لازم علينا نعرفوا العدو تاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الخيانة الحقيقية والجزيات الحقيقية كاع راهي تحت الأرض. كاش مرة شفتوا خامنائي ولا رفسنجاني ولا حامد هذايا شطح مع بوش ولا هما أكبر خونة وحاضنين لأكبر القواعد العسكرية الأمريكية، وإيران قايد وتدفق الأسلحة المتطورة 8 سنين، والأسلحة تدفق من الأمريكان وأوروبا الغربية لإيران في حربها ضد صدام، بلا رقص وبلا حفلات استقبال وبلا إيفانكا وبلا والو. لازم شوية نزومي وشوية لفوق يا جماعة. إن شاء الله ربي يجعل الخير، وأخوف ما أخاف يعني بناء على هذه الاستنتاجات وهذه المسرحيات أنه اليوم
رانا في شهر جوان 2017، يعني خايف في غضون هذا عام ولا عام ونص تصرح هجمة عسكرية على غزة، والله يستر. احنا نقول اللهم سلم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. حزب الله هذا حينما كان يحارب إسرائيل وقفت أدافع عنه ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم. أنا وقفت أدافع عنهم، ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر بالأمور مني، وأنا أخذت الأمور على ظاهرها. أنا أريد أن أجمع المسلمين، أريد أن أقرب بين مسلمين ويحاربوا الصهاينة، كيف أقف مع الصهاينة؟ ولكن يبدو أن المشايخ رحمهم الله إذا كانوا موتى وحفظهم الله إذا كانوا أحياء كانوا يعني أبصر مني.